ليش الذي يفعل العادة السرية تغلق أبواب الرزق في وجهه؟ تعال أعلمك. بعض الناس يظن أن ارتكاب العادة السرية أمر سهل عادي، يقول لك أمر طبيعي ما لها علاقة بالرزق، أنا إذا سعيت سيأتيني المال والرزق سواء فعلتها أو تركتها. لكن اسمع الحقيقة الصادمة، من يفعل العادة السرية لا يخسر طاقته وشخصيته فحسب، بل إنه يغلق على نفسه أبواب الخير والرزق والفرص التي قد ربما تغير حياته تماما. العادة السرية ليست ذنب بسيط، بل لأنها ذنب عظيم من ذنوب الخلوات التي هي من أعظم أسباب منع الخير والرزق والبركات، وتتعطل البركة في حياتك. لذلك من يقلع عن العادة السرية والإباحية تتفتح له أبواب الخير والفرص التي لم يكن يحلم بها. فانطلق معنا الآن في هذه الرحلة، رحلة التعافي. أنصحك بكتاب لن تهزمني بعد اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب سيحدث ثورة ونقلة نوعية في حياتك بإذنه سبحانه وتعالى. رابط الكتاب في البايو أول تعليق. انطلق معنا، شارك المقطع مع أخيك أو صديقك، تابعني تستفيد أكثر، كن أنت القائد والمسيطر.